السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. النهاردة معانا وصفة سهلة جدا وسريعة جدا، بروستد الدجاج أو دجاج كنتاكي. الوصفة سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد معاكي أي وقت. أسهل وأسرع وصفة. نقول مع بعض المقادير. معانا الدجاج مغسول كويس جدا ومنقوع ومتصفي، وقطعناه قطع صغيرة. ومعانا هنا قطع من الفلفل الأخضر، وقطع من البصل، وقطع من الثوم، وقطعة من الجنزبيل الفريش. هنضيف عليهم معلقة من الخل ومعلقة من الزيت. هنضيفهم كلهم في الخلاط عشان نخلطهم، وهنضيف ليمونتين كبار مقطعين عليهم، معلقة نشا، والتوابل والبهارات زي ما تحبي تضيفي التوابل والبهارات. معلقة من البيكنج باودر، وكوباية حليب، ومعاهم بيضتين 2، وهنضربهم في الخلاط. وهنضيف الخلطة على الدجاج بتاعنا، طبعا مغسول كويس جدا ومتصفي وقطع صغيرة. هنضيف الخلطة كلها على قطع الدجاج بتاعنا، وهنقلبها كويس. هنقلبها كويس جدا دقيقتين في الخلطة بتاعتنا. بعد كده هنسيبها في التلاجة يوم كامل. في التتبيلة. بعد كده هنجهز البقسماط، هنطلعها من التتبيلة ونقلبها في البقسماط كويس، كل القطع اللي معانا. وفي زيت غزير على النار ومحمي هنبتدي نحمرها. هنبتدي نقلي القطع بتاعتنا لحد ما تاخد لون احمر جميل كده، ونقدمها مع الكاتشب والمايونيز والشيبسي. الوصفة سهلة وسريعة جدا، ان شاء الله تعجبك. لو بتحبي الوصفات السهلة والسريعة والعالمية اشتركي معانا وفعلي الجرس.